يا حلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا كنت بنام البيبي بتاعي، كنا قاعدين انا وسيمو كده بنستجم ونام ومش عارفه اقوم رجلي نملت المفروض ان انا عايزه اقوم اصور، فقلت انيمه عشان اعرف اصور، فهو نام وانا رجلي نملت ومش عارفه، فقلت سامح افتح لي الفيديو. عاملين ايه يا حلوين؟ يا رب تكونوا بخير كلكم. والنهارده الجمعه، جمعه مباركه عليكم كلكم يا رب، ويجعلها ايام سعيده على الكل، وكل سنه وانتم طيبين بمناسبه ذي الحجه، وربنا يجعله كده شهر مبارك على الناس كلها. بس مش عارفه اقول ايه تاني. ايه رايكم في المرجحه دي؟ صور لهم يا سامح المرجحه من فوق. شفتوا الحديده دي؟ برضو لقيناها هنا في الفيلا، عشان تعرفوا ان انا بستغل كل حاجه بلاقيها. لقيناها هنا كانت متعلقه فيها زي جنشات كده تقريبا، حاجه بتاعت الرياضه. والمرجحه دي كانت عندنا، كان جوزي شاريها بقالها فتره يعني، وما كناش عارفين نعلقها فين، فرحت معلقاها هنا في الحديد. عايزه اقول مفاجاه بس محدش يعرف. عندنا مفاجاه النهارده يا جماعه. الفيديو النهارده تشويقي. لا مش مفاجاه واحده، في 3 مفاجآت هتشوفوهم النهارده في الفيديو. وعايزه اقوم بس انام سيمو عشان ممكن اروح اوريهم اول مفاجاه. لا مش لوحدك، استنى اما رجليا تفك. عايز ايه؟ هتلف بالعجله وانت لابس الجلابيه دي كده؟ صوروا لف يلا. اول حاجه في الفيلا دي يا جماعه ان المساحه بتاعت العجله اكبر من هناك. لقيوا مكان يلفوا فيه بالعجل. هناك ما كانوش عارفين يجروا بالعجل، عشان طبعا ما كانش فيه مساحه، كانت كلها نجيله. فدلوقتي بيلفوا بالعجله في حوالين البسين وفي الجنينه وفي الجراج، فبيجروا بقى بيطيروا بالعجل. واحلى حاجه يا جماعه ال3 متوصلين ببعض، يعني ممكن تخش من ده لده يلا يا سيف بص. الكل هنا سعيد. احنا قلبناها حديقه الطفل. سيف بص، دخل جيوبك يا سيف، دخل جيب المايو. ما اعرفش بتعمل كده ليه. عشان الميه بتنفخه وبيطلع. ايوه لف. عايزه اقول لكم يا جماعه، العجله اللي سيف راكبها دي بتاعت ماما. بتاعتي. لا والله بتاعتي. بتاعت ماما. جوزي اشتراها لي. سيف انزل المنزل. حاجة تانية انزل المنزل. هنا بتوصلنا للجنينة اهو. بص دي بتوصل للجنين. السنة ده فيها مشكلة انا هعملها. وبعد الجنينة بوظتوها لي اصلا. بعد الجنينة بقى للجراج. الجراج بقى كامل حرف ال. يا جماعه قولوا لهم ما حدش يركب العجله بتاعتي يا جماعه، انا ما حاضر بحبش يا حد ماما. يستعمل حاجتي اصلا. حاضر يا ماما هنركبها. طيب انا دلوقتي هقوم ادخل سيمو انيمه، واخدكم كده اوريكم المفاجآت بتاعتنا السعيده، وانتظروني. حطوا لايك لحد ما اجيلكم. في حاجة منها هتعجبكم جدا. على بال ما اقوم ادخل سيمو ينام واجي تكونوا حطيتوا اللايك، ماشي؟ انا مش عارفه اقوم مش عارفه اقوم بجد رجليا الاتنين نملوا خلاص. طب انت يا سوسن تيجي تاخد سيمور والنبي يا سامو. لا يا حلوين، انا جيت اخيرا، قمت ورجلي فكت الحمد لله. تعالوا بقى اوريكم المفاجآت. يا لهوي ايه الميه دي كلها. بابا كان بيغسل العربيات. المفاجآت يا جماعه توقعوها بقى. احنا عملنا حاجه كده، بصوا شايفين العشه هنا؟ فاكرين دي كانت بتتكل؟ استنى، شايفين العشه دي؟ بصوا اتقفلت ازاي، شايفين؟ تفتكروا مين اللي هيعيش هنا؟ توقعوا بقى. شلنا بيت الكلب اللي كان هنا وقفلناها زي ما انتم شايفين. عايزاكم بقى تتوقعوا مين اللي هيعيش هنا. الأوضة دي سامح وسيف قرفوني، فأنا قلت هخليهم يقعدوا جواها. دي أوضة سامح. أيوة بصوا كبيرة ازاي وحلوة. هنعمل له هنا السرير والكنبة والليفينج وشاشة التلفزيون، وهي مكيفة أصلا. ده بالنسبة لأول أوضة. وطبعا الباب قفلناه له، احنا مقفلينها له عشان الناموسة. النخلة بتخش في وراكي.
دي قاعده دي كده اول اوضه. وقاعده اسبانيه. وعملنا له قاعده هنا عشان لما يحب يقوم بالليل كده يروش على نفسه. ودي تاني اوضه بتاعت سيف. بس اوضه سيف عشان هو صغير بس، فعملنا له الاوضه دي. والنخله فوقيه عشان البلح لما يقع ينزل عليه وهو نايم. صحيح. دي اول اوضه، دي تاني اوضه قصدي. بصوا اتقفلت ازاي، شايفين؟ ما فيهاش منفذ، النمله ما تخشش. وطبعا بسقف عشان القطط ما تخشش تقرفهم. تعرف مين؟ تعرف سامح وسيف. والسقف بتاعها اهو من فوق. بصوا طبعا خلصوا. توقعوا بقى مين اللي هيعيش هنا، سامح ولا سيف؟ ايه رايك يا سامح في اوضتك تحدي الجديده؟ اسبوع. ايه رايك في اوضتك الجديده؟ انا موافقه. كبيره، تكييف، كبيره. تلفزيون. هي فيها تكييف اصلا. بص الليمونه، بص في طبيعي. ليمونه خلاص. بصوا قطفنا امبارح ليمون، لسه فيها كذا. رماها في الريسبشن. وهنا في ليمونه. هتنام يا سيف جنب شجره الليمون. يا محظوظ. دي يا سادة اوضه سيف، ماشي؟ دي اوضه سيف. ايه رايك فيها؟ فين؟ هي دي. هنحط له سرير فين ودلاب وهدومه بقى نحطها له فوق السقف. وانا اوضتي الكبيره واوضه سامح انت تاخدي التانية. الاوضه بتاعتي انا. دي المفاجأتين اللي انا قلت لكم عليهم. عايزاكم بقى تتوقعوا مين اللي هيعيش في الاوض دي. خدوا بالكم هما اوضتين، في ناس هتعيش هنا وفي ناس هتعيش هنا. ناس ايه؟ هو واحد انا وسيف. لا، في بني ادمين هنا وفي بني ادمين هنا. تعالوا بقى اخدكم المفاجأة الكبيرة. احنا عندنا ضيف جديد يا جماعة هنا في البيت. عايزينكم ترحبوا معانا بيه. هو ضيف معفن شوية بس ضيف عرة. ضيف عرة كده، عرة صغير. تعالوا كده. النجفة دي جبناها عشان هنركبها هنا تحت مامي اصلا كانت بتقول لي هنركبها في الفيشة اهي. الفيشة اللي فوق دي الفيشة ايه؟ مامي اصلا بتقول لي ان انت كنت بتركبي العجله بتاعتك. كنت بسوق العجلة يا سادة قبل ما اصور. سوقتها مامي كانت عايزه حبة، تفك رجليها. كنت بلعب رياضة. طبعا لسه الكركبة دي لسه ما خلصتش. مفاجاه. طلعوا لنا الضيف اللي هنا. هالو سيمبا. سيمبا اخويا عمال يشرب ميه وينقط من بقه. ده سيمبا يا جماعه، الضيف الجديد. سيمبا جيرمان اصلي. لسه جايبينه النهارده تالت يوم ليه. بما انكم قعدتوا هاشتاج ربوا كلاب وسمعتوا كلام سامح وانتصرتوا عليا وقفتوا في صف سامح وقعد يقول لي الفانز بتوعك موافقين ان احنا نربي كلب، فجبت له سيمبا وجبناه صغنن. هو لسه عنده شهر واسبوعين لسه. تعالى هاتوا شيلوا. بصوا حاطط ايديه في الميه يا عيني، حران يا عم الحاج، حران. بس اللي تعالى سيمبا وعايز يطلع في الميه. اوبا اهو. ده سيمبا يا جماعه. بصوا حجمه قد ايه، لسه صغنطوط. 50 يوم بالظبط. 50 يوم. كان جاي 48 وهو بقاله 3 ايام، يبقى 51. 3 ايام ايه؟ 48 امبارح هو كان جايبه عنده 48 يوم. امبارح واول امبارح والنهارده 51 يوم، يعني داخل في شهرين بالظبط. ده كابتن سيمبا. هاي سيمبا. سميناه سيمبا عشان يبقى بحرف السين زينا. سامح وسيف وسدن وسيمور وسوسن وسيمبا. يلا. ده الاستاذ ده يعيش معانا وده بيته اهو اللي انتوا شايفينه. ده دهناهوله. سامح دهنه امبارح بصراحه ويظبطه له وحط له الدراي فود بتاعه. عمل بيبي جوه البيت. طب ما نضفتوش ليه؟ لسه نضفناه. تعال. هيعيش فيه بس لسه هننقله له، يعني هو مش هيثبت هنا اما الدنيا هنا تروق. بصوا شايفين لسه احنا قاعدين في في سوق العتبه. كميه مراوح وكميه. هو النور ده من جوه. لا الكراتين دي لسه بقى هتتشال هتترمي. دي طبعا كراتين فاضيه ودي حاجات لسه هتمشي، حاجات مش محتاجاها يعني جت غلط. المفروض كانت تروح مع بقيه العفش اللي انا شلته بس جت غلط يعني في وسط الحاجه، فلسه هتتلم في عربيه تيجي تلمها. ودي برضو كراكيب مكانس كانت شغاله وعايزه تتصلح وتكييف وحاجات. وده دولاب حطينا فيه الشوزات بتاعتنا.
كل ده لسه هيتشال. طبعا الارض مبلوله عشان جوزي كان بيغسل العربيه بتاعتي وبتاعته هنا. تعالوا بقى اوريكم الفرش. الحاجات البتاعه دي بتاعت الزحاليق. السلم ده لسه هتتركب. تعالوا اوريكم ركبنا ايه. سيمور صحي. دي شازلونجات اللي هي بتتحط على البسين، لسه هتتغسل بفرشه واريال ونحطها. ودي مرجحه هتتركب الحديدتين بتوعها اهي، بتبقى مجوز كده قصاد بعض اكيد عارفينها. ودول زحلقتين هنركبهم. سادة انا عايزاهم على البسين، قالت لبابي هاتهم. وده الاستاذ اللي صحي. هاي يا سغندوتو. انت صحيت؟ انت صحيت يا صغنن يا صغنن. يجي بتنيم صح، عشان تعذروني اما بقعد فيها بحس ان انا عايزه انام. طبعا ده فرش المرجحه بيتركب عشان السيفتي على الحديد. بس سوسن كانت غسلاه وعايز يتلزق بقى. انتوا طبعا وريتكم الجزء ده المره اللي فاتت اهو، عشان لو ما كنتوش شفتوه كويس. اللي هي قطعه النجيله بيحطوا بقى عليها العوامات، عشان العوامات دي لو فضلت على البسين في الشمس هتأثر فيها وهتخليها تفس يعني. البيت ده بتاع سادة وسيمة حطيته لهم هنا عشان بيقعدوا يلعبوا جواه، بس لما الدنيا بتبقى ضلة مش عارفه عوجوه كده ليه اهو. نعم روحي شوفي سيمبا. ما تخرجوش يا سادة من البيت عشان هو حرام. ودي مرجحه اللي هي المجوز، هي باربعه على قد ولادي، 2 هنا و2 هناك. طبعا سامح وسيمور هيقعدوا في ناحيه وسادة وسيف في ناحيه عشان توازن. ودي برضو مرجحه ركبناها هنا. بحاول اعمل لهم جو كده في العيد، علشان مش عايزه اسمع كلمه عايزين نخرج. انا ما عنديش استعداد اخرج في العيد، وفي نفس الوقت الجو حر. انا ما بحبش اخرج في الصيف اصلا. خروجات الصيف وحشه. بصوا اهي بتلف كده من الدايره اللي جوه دي وبيقعدوا يلعبوا فيها. والزحلقه ولسه هنركب لهم المرجحه اللي هناك والزحلقتين، يعني كده هتبقى ايه كملت. بس في ايه تاني؟ والاوضه اللي هناك دي رتبنا فيها شويه حاجات. سوسن نضفتها امبارح. ماله؟ طب ما تخلوش يعيط يا سامح، لعبه. بصوا سوسن نضفتها امبارح. ركبنا الازاز بتاع الترابيزه دي، وهنا في لوح ازاز واحد ركب. ده لسه هيركب، وده لسه هيتعمل له. اللي تحت مفيش ازاز فيهم. والترابيزه الطويله دي لسه هيتركب لها ازاز. ودي رخامه امبارح كانوا الصنايعيه شغالين بيقفلوا العشش، وجوزي بيعمل شاي وكده ومركب الكاتل هنا. لقيت الميه ما بتنزل على دي بتقشرها، فجبنا حته الرخامه دي نحطها عشان الميه وكده هنا تحميها بس. والقطعه دي سوسن نضفتها، هنعملها برضو ريموتات وحاجات. ودي بتاعت كتب ومجلات وجرايد لو حد عايز يقرا حاجه ويحطها. القطعه دي لو فاكرين كانت جوه، انا قلت لكم مكانها مش هنا فانا جبتها هنا بس. وده شكل الاوضه بعد ما اتنضفت بقت فله. بس طبعا الكنبه دي لسه هجيبها هنا كده بطول الازاز ده في الوش، لان مش هتنفع هنا في الجنب. هنا لو اتحطت هنا هتبقى سرير اي حد يخش ينام عليه، لان التلفزيون هيبقى في وشها. فما تبقى هنا كده في الوش هتبقى واخده شكل كويس يعني. بس ده بالنسبه للاوضه اللي هنا تعتبر خلصت. وهي الحته دي مكركبه شويه عشان لسه في حاجات هتتركب عايزه تتروق يعني. هنشتغل يعني كمان شويه، عندنا شغل. هاي انت بتحب الكاميرا صح؟ قول انك بتحب الكاميرا بصراحه. صح بتحب الكاميرا. يلا استنى ازقكم. بيكابو امسك الفار. طيب هندهلكوا سوسن. ايه يا سوسو ما كلمتيش البانز خالص. دي الليمونه هي يا جماعه اللي سيمور رماها تحت الكنبه. كده بقى ده التصوير النهائي للريسبشن. اقدر اقول لكم ان انا رتبت كل حاجه ما عدا النجف. بصوا الثلاث قطع دول ما كانوش هنا المره اللي فاتت، لو تفتكروا كانت التلاجة جم اتحطوا في مكانهم خلاص كده. ده مكانهم ثابت. وده الصالون. حطيت فازة الورد دي او بطرمان الورد، هو بطرمان يا جماعه. لما فتحت الكرتونه لقيت الورد اللي كان جوزي جايبهولي، فاكرينه
في عيد الام السنه اللي فاتت فرجتكم انا عليه. لقيته شكله احلى من الفازات، والورد جواه مش هيلم تراب غير الفازه الورد خارجي فبيلم تراب وبقى عايز يتنضف على طول. فحطيت البطرمانات دي وشلت الورد خلاص. قلت ده بداله. هو عموما انا بحب شكل الورد في البيت، فايا كان لازم يتحط ورد عندي. فدي كده اول سجاده اتفرشت مع الصالون. ال3 سجاجيد هتلاقيهم شكل واحد، لقيت عندي 3 شكل بعض ففرشتهم. والاباجوره دي لو تفتكروا كانت بايظه، الدوايه بتاعتها ما كانتش راكبه، والبتاعه دي ركبت. وركبنا ابليك هنا، الابليك ده والتاني قصاده هناك اهو، بقوا من الاتنين قصاد بعض كده شكلهم. دي الحاجات الجديده اللي ركبت مؤخرا ما كنتش صورتها، الابليكين والورد والسجاد والترابيزات ده اللي اتجدد في الاوضه دي. هنا ما فيش حاجه جديده. هنا دي السجاده بتاعت الركنه، في 2 حناك حتى. في 2 حناك. دي برضو نفس السجاده، هي نفس الشكل مع اختلاف، دي فاتحه ودي غامقه. دي كده للركنه اهو شكلها مع السماعه والقران. وهنا الورد زي ما قلت لكم الترابيزات اتشالت، والورد ده بقى كده الشكل النهائي. طبعا انا فاتحه الستاره عشان تدي ضوء. بس ده كده فيو الركنه بره على البسين. بصوا الفيو تحفه بره. بس هنا مفيش اي جديد. طبعا الاباجورات دي زي ما هي. السفره، سجاده السفره نفس السجاده. وانا حطيت ال3 سجادات دول هنا داخلي. دي فين؟ هنا اغمق. لا دي مش غامقه يا سلطان، هي نفس اللون غامق في فاتح، نفس السجاده بتاعت الصالون والركنه هي دي برضو. وهنا ركبنا اباليك برضو. حطيت الترابيزه دي كده في الكورنر، ما لقيت لهاش مكان غير هنا، لقيته انسب مكان ليها، خصوصا ان هي لون اوضه السفره فقلت هتعمل ماتشنج معاها. فحطينا الابليكين المنورين دول وتحتيهم الترابيزه وعليها الفازه الصغنونه دي. وده شكلها. ده كده اوضه السفره خلاص مش هيتعدل فيها اي حاجه تاني، ده التعديل نهائي. لسه فاضل الازاز بتاع الازاز مش عايز يجي، ومفرش السفره وخلاص كده. ده الشكل النهائي لاوضه السفره. بس وكده خلاص. طبعا النجف لسه هيشتري جوزي بعد العيد، عشان انا قلت له عايزه نجف كريستال زي ده. النجفه دي كانت عندي هي منين بتنور منين اهي. النجفه دي كانت عندي في اوضه النوم في الفيلا اللي فاتت، هي ودي. فلقى الاتنين دول فهم دول اللي ركبوا. قلت له هات لي 3 زي دي يركبوا هناك، لان انا بحب شكل نجف الكريستال قوي. يعني شكله كده بحس ان هو حاجه كده بتهدي الاعصاب، بغض النظر عن النجف اللي طلع جديد والحاجات اللي طالعه السيارات الجديده. انا بحب الكريستال. بس كده. وده الريسبشن خلص ما فيهوش اي تعديل. الناس اللي بتقولي حطي الترابيزه دي على دايره في النص زي الفرشه اللي في الارض دي، يا جماعه سمور عندي بيركب المشايه، عشان احط له حاجه زي كده في النص هيخبط فيها. فانا مش ممكن هتكون هتدي شكل احسن، بس انا عندي اطفال فاهمين، فما ينفعش بكل الامكانيات. يعني في طفل في مشايه ما ينفعش احط له حاجه في طريقه في النص. هي كده شكلها حلو وانسب مكان ليها. بس والفرشه دي حطيتها كده في نزله السلم اللي سدن واقفه عليها دي. عشان الحته دي انا كنت اخليها بلاط خالص، لان سمور بيجري بالمشايه فلازم اسيب له مساحه يمشي فيها. فقلت لا اخلي دي كده عشان ايه ما تبقاش الارض كده ملط خالص. وفي فازه هنا حطيتها عند الحمام صغنونه، فازه ورد حطيتها كده غلبانه واقفه جنب الحمام. والقطعه اللي كانت هنا اللي انا لسه موريها لكم في الاوضه اتشالت، وهو الورد ده بس. هنا بقى ما لقيتش سجاده طبعا لون اللي هم دول الفاتحين، فاضطريت احط دي في دخله الباب. لقيتها انسب واحده وعامله ماتشنج مع القطعتين دول. والقطعه دي خلاص كده ده الشكل النهائي ليها.
الورد الصغنن ده اهي، ده شكلها بالمراية بتاعتها. ودي القطعة التانية البرواز اللي هو قل اعوذ برب الفلق ده. جوزي كان عايز يركبه هنا في دخلة الباب، بس لقينا الخشبتين دول والخشبتين دول قصاد بعض اتنين تحت وفوق، هيصدوا في الكرانيش بتاعت السقف وهيدلدلوا من هنا من العمود ده. فقلت له الافضل ان احنا نحطها هنا، هو عايز في دخلة الباب اللي هي الآية القرآنية، فقلت له افضل نحطها فوق القطعة دي وهي هتبقى عاملة عاكس في المراية قرآن. فحطيناه كده لحد ما يجي حد يدقه. وطبعا النجفة دي اللي ركبت هنا في دخلة الباب اللي هي كريستال الصغننة دي. بس الحتة دي بحسها هادية قوي مريحة، ان حد داخل من الباب كده فيه هدوء، مفيش زحمة مفيش كركبة، سيمبل بس. وخلاص كده ده فرش. بالنسبه للناس اللي كانت بتقولي هو انتوا مش عاملين سوسن اوضه، هي سوسن بتنام فين؟ هي اوضه سوسن اهي يا جماعه، دي اوضه سوسن، حاطه السرير بتاعها ومروحه، ولسه في دولاب قطعه تحط هدومها فيها هتيجي. فده بالنسبه لاوضه سوسن، حتى علقنا لها البتاع عشان الستاير، الستاره اللي هي فوق الكرتونه دي هتركب واحده هنا واحده هنا. فاوضه سوسن موجوده. مين قال لكم ان سوسن ملهاش اوضه؟ اوضتها في وش المطبخ على طول في دخله الباب. فانا في جوله الفيلا اول مره فرجتكم على اوضه سوسن، فما اعرفش ازاي الناس ما خدتش بالها، جايز ناس جديده او ناس مش شايفه كويس. فدي اوضه سوسن بس كده. ده كل حاجه هنا خلصت في الدور، مفيش حاجه تاني. اي تعديلات كنت قلت لكم ان انا هعملها برضو نفس الزهريه الورد اللي هي اللي هناك في الصالون، هي نفس دي برضو. وفي السفره حطيت واحده زيها برضو بس، وجنبها المناديل، ودي البخوره مبخر لنا البيت وبس خلاص. والمطبخ بقى ربنا ما يوريكم المطبخ، يعني بصوا حالته صعبه، لسه ما ابتدتش فيه اي حاجه. والله يا جماعه بحس احساس كده كل ما اخش المطبخ بحس ان انا بكتئب واخرج تاني. احنا فرشنا بس سجاده في الارض علشان ايه؟ ما الدنيا بره ما تتوسخش من المطبخ، يعني دي هتتكنس بالمكنسه. فقلت لسوسن لازم نفرشه، لان لو سيبنا الارض من غير فرش هياخدوا تراب ويخرجوا على السجاد بره. فالسجاده دي بتتكنس مع سجاد البيت، فبالتالي الارض نضيفه. يعني هي مسحت وكنست وفرشنا السجاده دي بس. بصوا اكل الكلب عايز يترص، في كرتونه هنا وفي كراتين هناك. فانا كل ما اخش بكتئب، يعني بحس ان انا هبتدي من الصفر. فادعوا لي كده. وعلى فكره في ناس كانت بتقول لي مش مركبه تكييف في المطبخ. التكييف اهو يا جماعه، تكييف اهو، شايفينه اهو اهو، في والله تكييف اهو. بس المطبخ مش ناقصه حاجه غير ان هو يترتب ويتنظم. ونبتدي بقى نرصه. ادعوا لي قولوا يا رب تنجح يا تتح. قولوا يا رحاب ربنا يقويك على المطبخ يا رحاب بصوت عالي كده من قلبكم. خش يا رحاب، تشجعي يا رحاب، هتلاقوني على طول كده نزلت لكم الفيديو اللي بعده. بصوا النجف اللي هو اللي احنا جينا لقيناه ده اللي راكب مؤقتا، ده مش دايم، لان دول 3 لازم يجوا شبه بعض. فجوزي قال لي بعد العيد ان شاء الله هينزل يشتري 3 ويركبهم، لان ما عنديش 3 شبه بعض، فانا لازم 3 شبه بعض. بس هو ده الحاجه الوحيده اللي فاضله هنا في الريسبشن. منتظره بقى توقعاتكم في الاوضتين اللي بره دول، مين اللي هيعيش فيهم؟ يا ترى سامح وسيف اللي هيعيشوا فيهم ولا حد تاني؟ بس وقولوا لي ايه رايكم في التقفيله بتاعتهم. امان. وبس كده خلاص. انا قلت افتح سلم عليكم، عارفه بقى لي بتاع 2 أو 3 غايبه عنكم وانتم مش واخدين على كده. الفتره دي كثفت لكم الفيديوهات، فقلت اطمنكم كده على اخر التطورات واوريكم عملنا ايه. ولو في جديد هفتح لكم. هو الجديد الجاي المفروض المطبخ، يعني المفروض اخلي عندي دم واخش المطبخ اقلبه واعمله، بس مش عارفه انا مستنيه ايه بصراحه، مش عارفه مستنيه ايه. بس هيجي يوم، هيجي اليوم ده. مصيره يجي يا جماعه. بس يلا هقول لكم، يلا نختم بقى الفيديو بره ولا نختمه هنا؟
في قطه مستخبيه، بصوا عماله تستخبى من الكاميرا. طب استخبي من الكاميرا ليه يا قط؟ بص القطه كلت سنانها. افتح بقك كده يا سوسو يا خراشي. تعالي يا برنسستي نختم الفيديو. وبعدين في الجراج اللي انت قلبهولي، انا مش قلت العجله دي ما تتركنش في دخله الباب يا استاذ؟ انت يا استاذ يا اللي مستخبي. ابو سامح قاعد مدلدل وركه من الخيمه. اخرج يا سيدي، البسي كروكس. البوبي قاعد يعضعض في الكروكس بتاعك يا سيدي. بتعمل ايه؟ قوم الخيمه دي بتاعتي، المرجحه دي بوبي جايبها لي. لا خليك خلاص خليك انت مطيع كده على طول. بياكل شكشك. كان نحاول نصور سيمو من غير ما نجيب سوسن. تعمل ايه يا مستماسم؟ انت يا مسمسم. سيمو سلام مع عمو. دي قعدة سيمو المفضلة يا جماعة، بيحب يقعد يلعب هنا في الضلة كده لحد ما الشمس تروح، بعد كده ينطلقوا بقى على البسين. يلا هتقول لهم ايه يا سوسو؟ هنختم الفيديو. انت قاعد كده ليه؟ انطلق على البسين. انت قاعد كده ليه؟ انطلق. انت عايش بالمايو. سيف يا جماعه مش معانا بالمايو. بصوا بينام بالمايو ويقوم بالمايو. مين ما بيحبش بيصحى البسين؟ من النوم ينط على البسين على طول. مين ما بيحبش؟ شايفين لونه بقى عامل ازاي؟ يلا وانت انطلق بعجلتك. فين عجلتك يا سوسو؟ عجلتي مش عارفه اركبها. مش عارفه تركبيها؟ طب روحي اركبي المرجحه. يلا خلاص كده يا حلوين. هقول لكم دمتم بخير واشوفكم الفيديو القادم ان شاء الله. ودي كانت اخر التطورات، ومنتظره توقعاتكم بقى في العشش. مين اللي هيعيش فيها؟ اكيد انا وولادي هنعيش فيها. هربي ولادي. بقول لهم يا سوسن الاوضه الكبيره دي بتاعت سامح والاوضه الصغيره بتاعت سيف. طب ما تحطي لي اوضه جنبهم. عايزه واحده انت. خلاص هنقسم الاوضه يا جماعه ما بين سوسن وسامح عشان سوسن حابه الجو هناك. هربي سوسن وسامح وسيف. هربي التلاتة. لا سيمو ده ليه عشه خاصه، ده لازم يتعمل له عشه كتاكيت. يلا يا حلوين اشوفكم الفيديو الجاي. باي باي.